ليش حزين؟ شو بتقول له لعبد الكريم يا عساف؟ يعني عبد الكريم أخ عزيز. يعني مش عارف شو بدي أحكي عنه. لكن أنا عشت مع أخ، يعني أكثر ما إنه عشنا ببرنامج. يعني أنا بعيد عن أهلي وهو بعيد عن أهله، فعشنا فترة طويلة. آه، يعني أكثر من أخ، يعني بنام معي بالغرفة وناكل أنا وياه مع بعض، يعني أغلب الوقت مع بعض. يعني هيك لعبة البرنامج، بس إنه أنا يعني مش عارف شو بدي أقول له. هو فنان عظيم، هو أثبت نفسه يعني هون. آه، ربنا يوفقه. حاسس بغصة أكتر مرة بتحس هيدي الغصة؟ يعني شيء أكيد. آه، يعني صدقيني مش عارف شو بدي أحكي. يعني كل مرة بروح بمرحلة الخطر، على فكرة هو بتوقع حاله دائما. بتوقع، بقول لي أنا بمرحلة، على فكرة اليوم قال لي هو طالع، يعني الأسبوع اللي فات قال لي إنه هو طالع. فأنا حسيت إنه ممكن الحظ يلعب معاه يعني. عرفت كيف؟ إنه كذا مرة عم بقول لي إنه بده يطلع وما بطلع. بس هو قال لي فعلا بكير كتير على عبد الكريم. صوت رائع فعلا، وانا بعتقد انه فخر لبرنامج عرب ايدل بمعنى الكلمة، يعني ما ببالغ. هو شخص رائع وصوت رائع وفنان رائع. انا بتمنى من رب العالمين انه يوفقه، الله يعينه على الوضع اللي هو فيه. ما شافش اهله صار له يعني 6 7 شهور. يمكن انا اهلي اجوا يعني، بس هو مسكين يعني صار له من اول ما بدأ البروجرام وهو موجود بلبنان. بتعرف الأوضاع بسوريا والمشاكل السياسية بسوريا، فهو شرف كبير إلي إنه يوقف جنبي أساسا بالنهاية، إنه صوت رائع. يعني قد ما أحكي لك عنه، يعني مش حاطيه حقه. عبد الكريم أنا يعني تعرفت على أخ عزيز، و يعني بتشرف إنه في يوم من الأيام تعرفت على عبد الكريم، وأنا مش راح أنساه يعني مهما الظروف يعني كانت وصارت. يعني بضل أخ عزيز، يعني عشنا فترة طويلة مع بعض وانا وياه اخوه. فانا فعلا يعني زعلان عليه، لكن هاي قانون البرنامج وهي قانون اللعبة. ما حد بيعرف شو مخبانا يعني اليوم كمان مفاجآت كتير. يعني انا تفاجأت شخصيا من انه احمد جمال يروح بمرحلة الخطر. انا خلص معناته انا الاسبوع الجاي شكلي الاسبوع الجاي يعني. مش عارف. على العموم انا حاسس انه كنا حنزور المكان الخطر هذا اللي بصير فيه. بس انا بشكر يعني برنامج عرب ايدل بكل امانه، لانه يعني احد اسبابه انه جمعني مع عبد الكريم حمدان. ربنا يوفقك يا عبد الكريم. اخر كلام بدي اقول له ربنا يوفقك، لانه انت انسانه بتستحق اخلاق وصوت. وشو بدي احكي، انا يعني مش شاطر كتير بمدح الناس، بس انا عشت يعني مع اخ عزيز يعني فتره شهرين واكثر، يعني بده يصير لنا 3 شهور. ما شفتش منه الا كل خير. يعني هو لدرجه انه بناكل مع بعض حتى الاكل اللي بيجيبوا لنا اياه يعني ما بنرضاش، بنروح بنطلب اكل من برا انا وياه. فحفتقد هذه الشغله يعني للامانه. اتمنى اني اشوفه على خير يعني.